كابتن امير عبد الحميد لغايه اللحظه دي لسه ما اتقررش هو قاعد مكمل مع جهاز ثروب ولا مش هيكمل وهيمشي. هو كمدرب حراس مرمى في جهاز عماد النحاس. بس في ناس بتقول، وده مش اكيد، ان هو ممكن بعد الماتش بتاع ايجال نوار هيتاخد قرار انه هيبقى مدرب حراس مرمى مساعد مع سيفانتوس المدرب حراس المرمى اللي جاي في جهاز ثروب. ده لو حصل هيبقى لأول مرة في تاريخ الكورة ان يبقى في نادي عنده 2 مدربين حراس مرمى. انا اتمنى ده ان ده يحصل، ويعني ولو ده حصل هيبقى عندنا فكرين مختلفين. عندنا فكر مصري عارف الاساليب وعارف الطرق وعارف المنهجيه الشخصيه بتاعه حراس مرمى النادي الاهلي، وعندنا الفكر الجديد الاوروبي بالتكنيكال والاساليب الجديده. الاثنين هيتداخلوا مع بعض وهيعملوا نتيجه كويسه جدا جدا مع بعض، مش هيبقى عكس بعض نهائي. المنهج هنا غير المنهج هنا، والاثنين مش هيبقوا طمعانين في بعض.